من شرب من هذا الماء فليس بمؤمن. من شرب من هذا الماء فليس بمؤمن. أنا علقت الإيمان على فعل، إن فعلته ذهب إيمانك. هذا يدل على حرمة شرب الماء. ما علق الإيمان على فعله، ما علق الإيمان على تركه، ما نفي الإيمان، ما نفي الإيمان عن فاعله، ما نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته. إن شربت فلست بمؤمن، إذن أنا نفيت الإيمان عن فعل، فكل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمة هذا الفعل. لا يزني الزاني وهو مؤمن، فمتى ما زنيت ذهب الإيمان، فأنا نفيت الإيمان عن الزاني، إذن نفيت الإيمان عن فعل، وكل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمة هذا الفعل. طيب مثال آخر، من لم يشرب من هذا الماء فليس بمؤمن. شفت صار شرب منه واجب، تغير التركيب فتغير الحكم، لأنه فعل نفي الإيمان عن تاركه. إن تركته ترى ما أنت مؤمن، إن فعلته ترك مؤمن. فإذا ما نفي الإيمان، القاعدة تقول ما نفي الإيمان عن فاعله، ما نفي الإيمان عن فاعله فإيش؟ فهو حرام. ما نفي الإيمان عن فاعله فهو حرام. مثل إيش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا وجد الزنا انتفى الإيمان، إذا نفي الإيمان عن الفاعل. ولا يسرق السارق حين يسرق، إذا وجدت منك السرقة، إذا فعلت السرقة ارتفع الإيمان، إذا نفي الإيمان عن فاعلها. ما فهمتوها؟ طيب، وما نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه. إذا ما نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته، وما نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه. مثال، أضرب لكم عدة أمثلة وأنتم قولوا هل هو حرام ولا واجب. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. دليل على ماذا؟ على تحريم الخمر، لأنه فعل نفي الإيمان عن فاعله. طيب، لا إيمان لمن لا أمانة له. واجب، هذا دليل على وجوب الأمانة، وجوب الأمانة. لا دين لمن لا عهد له. واجب، لأنه نفى الإيمان عن تارك هذا الشيء. طيب، هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا دليل على أن كونك تحب لإخوانك ما تحب لنفسك ليس أمرا مندوبا، بل هو أمر واجب، لأن الشارع نفى الإيمان عن تاركه. إن تركت هذا الأمر فلست بمؤمن، وكل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه. طيب، هذا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. واجب، والبوائق هي الغوائل والدواهي والشرور والضرر والعياذ بالله. يعني يجب عليك ألا تفعل فعلا تخيف به جارك، فمتى ما نام جارك وهو خائف من فعلك وضررك فأنت لم تحقق الإيمان الذي يجب عليك تحقيقه. لكن من بات في بيته وجاره آمن من غوائله فهذا هو المؤمن حقيقة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. إذن متى ما رأيت الشارع نفى الإيمان فانظر، إن كان نفى الإيمان عن من فعل هذا الفعل فهذا الفعل محرم، وإن كان نفى الإيمان عن من لم يفعل هذا الفعل فهذا الفعل واجب. لا، كمال الإيمان المنفي هو كمال الإيمان، يعني بمعنى أن من خاف منه جاره نقص كماله الواجب، لكن أصل الإيمان باقي. فالإيمان المنفي هنا ليس نفي الأصل الإيمان، وإنما لكمال الإيمان. فهمتم هالقاعدة ذي؟ بالله عليكم. طيب، املأ الفراغ التالي. من ينتدب لها؟ لا غيرك فهد، أنت. طيب، ما نفي الإيمان عن فاعله عرفوا حركاتنا خلاص. ما نفي الإيمان عن فاعله، أحسن. ما نفي الإيمان عن تاركه، الحمد لله. صح جوابه؟ من اللي يقول صح؟ طيب، واصل.